بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده جاي لكم بحاجة جميلة جدا وبسيطة جدا، ممكن أي حد ما يكونش عارفها. هعلمك إزاي إن أنت تعمل حاجة اسمها الجراب المخفي أو السوستة المخفية. يعني مثلا أنت عايز تخلي حتة السوستة ديت في أي حاجة مهما كانت، تخلي السوستة تبقى متدارية معاك. طبعا أنا هجيبها لك على نموذج مصغر شوية، ماشي؟ فليكن مثلا هو ده الحاجه الشغل اللي انا هعمل فيه الجراب، ماشي؟ وهاجي مثلا همسك الحتتين اهمت، مفيش اي مشاكل خالص زي ما انتم شايفين، طبعا عشان برضه عكس اللون محدش يقول اللون. واجي الحتتين كده القطعتين على بعض كده زي ما انتم شايفين اهمت، تمام؟ شغل مكانتي وهاجي هنا وهخيط زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بتكلم على بمشي على مبدأ على اجزاء مصغره، اجزاء مصغره. وهاجي هفرد كده الفرده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هاجي من هنا كده ادي السوست، وهجيب نفس القصه السوست تمام زي ما انتم شايفين اهو معايا، خليكم مركزين اهوت. وهاجي هنا السوست على الوضع بتاعها ده كده، هاجي هنا هقوم جاي مخيط، تمام اهوت، ادي جنب، تمام. وهاجي الناحيه التانيه برضو نفس القصه اهوت، ادي جنب. خليك بقى وركز معايا عشان تشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. طبعا ادي كده السوسته بتاعتي تعتبر قدام مني، مفيش اي مشاكل خالص. هاجي هنا هقفل بنطه شمال وبنطه يمين، ماشي؟ فليكن مثلا انا بعمل جراب مثلا يعني ده مثلا هتكون مثلا ممكن تبقى محفظه، ممكن تبقى اي حاجه شكلها بحيث يبقى الشكل بتاعها حاجه فخمه شويه كده، السوسته بتاعتها ما تبانش معايا. حاجه طبعا من هنا كده من الجنبين، واقول مدبي التثبيته، تمام. ونفس القصه برده من الناحيه الثانيه كده برده، وهذا هقوم مدبي التثبيته زي ما انتم شايفينها كده، تمام. اصبح ان انا كده مش هدي مجال ان انا لما هاجي افتح الفتحه بتاعتي السوسته بتاعتي تشيل وتيجي، السوسته بتاعتي تشيل وتيجي. هو طبعا يعني انا ما ركبتش الجرار، بس طبعا عشان خاطر يعني انا بديك نموذج مصغر لان هتتفك تاني. وهاجي مثلا هجيب قطر زي ما انتم شايفين كده، تمام. وهاجي على الخيط اللي انا مخيطه من هنا ده كده، وهاجي هفتح فتحه زي ما انتم شايفين كده. بصوا 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 بصوا، فتحه عاديه خالص. هاجي بعد كده هبص هلاقي الجراب ادي الجراب بتاعه اهوت. بصوا بصوا كده، ركزوا كده، ادي السوسته السوسته بتاعتي زي ما انتم شايفينها قدام حضراتكم كده، تمام. وفي نفس الوقت السوسته مخفيه معايا بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده، بطريقه سهله جدا من غير اي تعب ومن غير اي مجهود. كل اللي اقدر اقوله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو الجميل اللي انتم شفتوه قدام حضراتكم ده، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد. وبمناسبة دخول المدارس انتظروا بإذن الله فيديو الشنطة الصغيرة أو المقلمة، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.